من احسن الماتشات اللي لعبها رمضان صبحي من مده، وممكن بيراميدز يتعادل، لكن طبعا يتعادل ازاي؟ هو صعب جدا انه الاهلي يتغلب النهارده لسبب بسيط، لان احنا بقالنا يا جماعه 4 ايام او 3 ايام الناس ما بتقولش كل حاجه انه عادي جدا يا جماعه، هو الماتش كله للاهلي، كل الحسابات بتقول ان الاهلي يكسب، اصل الاهلي طبيعي هيكسب، حتى زملائنا في برامج الكوره الياباني هاري كاري سوماري الاهلي هيكسب. يعني مع هذه الحركة لازم الكرة الأرضية تتحرك مع النادي الأهلي، ولازم الأهلي يكسب، يجب أن الكرة الأرضية وهي بتتحرك كده تروح راجعة كده عشان الأهلي يكسب، والشناوي يصد مليون جول، والشناوي يشيل كل الأشياء المستحيلة، رغم أن الشناوي رد من صدره كور غير مستحيلة. فطبعا كل الناس بتتكلم هو الأهلي يكسب إزاي؟ وكأن بيراميدز مش موجوده، يعني كأنه نادي بيراميدز ده، طب يا جماعه اقولوا ايه؟ 60-20 90-10 50 40 90 اي نسب مختلفه، انما هي النسبه كل واحد. وانت يا كابتن رايك ايه؟ الاهلي هيكسب طبعا، وانت حضرتك يا اللي ماشي في الشارع وحضرتك يا اللي بتحمري بطاطس راي طبعا الاهلي. فطبعا مش ممكن، يعني الاهلي دلوقتي كسبان 1-0 واحنا في الشوط الرابع، لو عملت اللي الاهلي مش هيتغلب.